في مدينة قديمة كان هناك تاجر كان يتمتع بذكاء وحنكة في التجارة، وفي يوم ما أراد التاجر التوسع في عمله وتحقيق المزيد من الثروة، لذا قرر السفر إلى بلد بعيد للبحث عن فرص جديدة. خلال رحلته وجد التاجر نفسه في سوق قديم، وهناك عرض عليه البائع عقودا ذهبية نادرة ومتميزة جدا. كانت العقود مثيرة للغاية وقيمتها عالية، ولذا اشتراها التاجر بمبلغ كبير من النقود. بعد عودته إلى مدينته بدأ التاجر في بيع العقود الذهبية بأسعار مرتفعة للغاية، وبسرعة كبيرة حقق أرباحا هائلة. ولكن بعد مرور بضعة أشهر بدأت العقود الذهبية في فقدان قيمتها تدريجيا، وتحولت إلى أمر عادي لم يعد يجلب أي أرباح. في ذلك الوقت أدرك التاجر أنه وقع في فخ الرغبة الشديدة في الربح السريع دون التفكير في المخاطر المحتملة. هكذا نتعلم أهمية الحكمة في اتخاذ القرارات المالية، وأن الطمع